مصر ماسك سكينه والرجاله عماله تروح بينا وتيجي، خلاص هموت لحد ما بتاع السواق قال لك اللي هيعمل حاجه دي هنرجع ليبيا تاني. كله خاف، رحنا قال لك هنوديكوا اليونان، كله خلاص قال لك هنروح اليونان. رحنا اليونان، قعدت هناك 4 شهور ونص عشان ادفع برضه فلوس عشان اشوف واحد اجي بيه هنا. دفعت 5.5 كمان. دفعت كام؟ 5.5 5000 يورو غير اللي انا دفعته في ليبيا، دافع 230,000. وبعدين شفت مهرب تاني وطلعنا عشان نروح على ايطاليا. لفيت 6 دول بقى، 6 دول 16 يوم ماشي ما ولا اكل ولا شرب. فين ما تاكل وتشرب، فين ما العربيه تيجي تاخدك من المكان اصلا. اخر بلد بقى الواحد تقليل خطفنا خد مننا كل حاجه اللي معانا. قعدنا يوم مرميين في الشارع، مفيش حد عارف عنا اي حاجه، حتى لو دوم كانت معانا خدها مننا. عملتوا بعد كده؟ ولا اي حاجه، خفنا من الحكومه. اما نشوف حكومه نطلع نجري من هنا، لا باشتنا اتحولنا تاني زي ما احنا جيت الطريق كله هترجعنا تاني. لقينا واحد باكستاني معدي وكان واحد صاحبي معاه الرقم بتاع اخوه، رننا على رقم اخوه، قالنا له حصل كذا كذا، رن على المهرب اللي احنا ممشينا اصلا وقال له الدليل بتاعك خطف العيال. قعدنا بقى بعدنا الموقع المكان اللي احنا واقفين فيه عشان اخوه بعده المهرب جاب لنا عربيه تاني، جابت خدتنا ودتنا الكومنتات عشان نسلم نفسنا. ليه طالما ايه بهدلك ليه ما رجعتش؟ ما ينفعش ارجع، انا ما ينفعش ارجع، انا ماليش حد يشيلني، انا الحمد لله انا اللي شايل قلبي وكل حاجه. ما ينفعش ارجع، رجعت خلاص كل حاجه راحت مني، ولا اعرف اعمل حاجه لنفسي ولا اعرف اعمل حاجه لاخواتي.